بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال ان شاء الله. يلا بينا نعمل الفطار مع بعض النهارده ونشوف هنعمل ايه مع بعض. هنعمل النهارده فراخ بطريقة حلوة جدا بتتبيلة جميلة جدا جدا. فراخ ناشفة كده وجميلة، احسن من مشوية، احسن من مسلوقة، حاجة جديدة وجميلة هتعجبك ان شاء الله. وهنعمل جنبها بقى طاجن رز معمر كده، بسم الله ما شاء الله، كأنك قاعدة في الريف. حاجة كده ريحة وطعم حكاية. بسم الله. اول حاجه كده هنبتدي نعمل الخشاف مع بعض. عارفين طبعا البلح متكسر عندي وقطعت عليه التين والمشمش، ولو عندك قراصية بقى، عندك اي حاجه، بس بصراحه انا ما جبتش السنه دي. وهركنهم كده على جنب. طبعا عدد ايه، حطيت الميه على عدد افراد الاسره. تعالوا بقى، الغالي طلع بقى المانجا. اول يوم اطلع منها النهارده من الفريزر. شايفين اللي احنا كنا مخزنها مع بعض؟ بسم الله الله اكبر. لونها زي ما هو وريحتها زي ما هي، ولا اتغير ولا كأنها متفرزة، كأنها فريش لسه متجاب. القطع انا عاملاها قطع، هتشوفوها دلوقتي. شايفين القطع عاملة ازاي؟ زي ما هي، زي ما انا حطاها هي، دوب طريت بس محتفظة بشكلها. يعني ايه، القطعة قطعة بس اي طرية، بس هي قطعة مش مهرية. لونها مش متغير، جميلة جدا بسم الله ما شاء الله. هنا ايه، حطيت عليها لتر مية، وحطيت 3 معالق سكر. السكر طبعا حسب الرغبة بتاعتك انتي. وهضربها في الخلاط. انا بحبها تقيلة وبحبها مش مضروبة قوي، بحب فيها قطع كده. يدوب هضربها ضربة والتانية بس السكر يدوب فيها كده، ونبتدي نحطها في الايه، في الشفشق بتاعنا ونشيلها. بس ضربة خفيفة كده. النهارده فطار النهارده سريع كده وحلو كده وخفيف، ما خدش معايا وقت. بصراحة افضل حاجة عندي بالنسبة لي انا الطواجن، بحطها كده في الفرن واريح دماغي، مش زي الفطار التركيب ده بياخد وقت شوية. حطيت المانجا بتاعتي، شايفين بقى سمكها عامل ازاي؟ بحبها تقيلة كده وقطع. وايه، هزودها بس اغسل مسمس الشفشق كده بشوية مية خسارة. وايه، وهحطيها واشيلها في التلاجة. اول حاجة بنعمل العصير طبعا كده عشان نخلص منها. النهارده بقى انا ما عملتش حلويات، لا انا عملت بس طواجن وعملت العصير والخشاف، وكان عندي حلويات من بره. عملت الرز، هعمل الرز المعمر بقى. عايز تاكل الرز المعمر بقى على اصوله بقى، الطاجن يبقى مليان كده وحلو كده وشكله حلو، ما يبقاش ناقص ولا زايد ولا ني ولا حاجه. شوف المقادير المظبوطه بتاعته. انا حطيت الرز كده، ده حوالي كيلو وربع رز. طب انا عايزه اعرف معيار الصينيه قد ايه. بالمعلقه كده، واخلي الشويه في المعلقه اللي فيهم الرز قد الرز، وشويه قدهم فوق بالمعلقه فاضي. شايفه؟ ويا ريت يكون الرز اقل سنه. عملتها كده، لازم تعمليها كده عشان يطلع معاكي الطاجن كده زي ما هتشوفوه معايا، مليان كده ووشه مليان كده وشكله حلو. وريحته طبعا تحفة، بإمكانيات بسيطة جدا والله، ولا كلفت نفسي ولا حاجة. حطيت عليها شوية ملح كده وقلبتها. ودي حوالي نص كوباية زبدة، زبدة على زيت، أنا مسيحة زبدة بقري على زيت، أنا مسيحة وحطاها كده. حطيت حوالي نص كوباية كده على الايه، على الرز بتاعي، قلبته. هقلبه بس كويس عشان كله يتغلف بالزبدة بتاعتي. معايا بقى شوية القشطة دول من وش اللبن اللي بغليه كل يوم، بشيلهم في الطبق كده، وبغلفهم بورقة استرتش ولا حاجة عشان ما ينشفوش معايا. هحط بس على وش الرز كده، مش هقلبه فيها عشان ما تكتموش. القشطة في الغالب لما تقلبيها في قلب الرز كده فبتكتمه شوية، بيبقى مكتوم شوية. لكن لما تحطيها كده على الوش كده بتدي لون حلو وبتدي طعم حلو. دول طبعا كيلو وربع رز. الكيلو الرز ليه لتر لبن. حطيت شوية مية بس كده. فأنا كان عندي كوباية في التلاجة، مكان ما كنت غالية وخدت الوش بتاعها ده للرز، فكملت عليها. لكن انت لو هتعملي كيلو رز هتحطي عليه لتر لبن، وتزودي بس شوية مية صغيرين، تمصمصي بس الحاجة كده أو تغسلي الحاجة كده وتحطها فيه. مولعة الفرن بقى مسبقا وحطيته فيه. الفرن كان سخن كده وحطيته في الفرن وقفلت عليه وسبته. تعالي بقى نعمل الفراخ بتاعتنا التحفة دي. حاجة يعني، ولا تقولي مشوي ولا تقولي مسلوق ولا تقولي محمر ولا اي حاجة خالص. تتبيلة تحفة تحفة وحاجة حلوة، يعني ريحتها جميلة. حطيت هنا معلقتين صلصة، حطيت معلقتين خل، ليمونة كبيرة، عصير ليمونة كبيرة. معايا ايه بقى؟ معايا توابل فراخ، بابريكا، فلفل اسود، ملح وكمون. بس كده بس كده.
انا بس حطيت في الاخر الحته دي ما اتصورتش شويه زعتر كده كانوا عندي. عندك ماشي، ما عندكيش يبقى خلاص. معايا زيت زيتون بقى كده، حطيت حوالي 3 معالق او 4 معالق زي ما انتم شايفين معايا كده. ومعايا عسل نحل، عندك عسل اسود حطي عسل اسود، ما عندكيش ده ولا ده حطي معلقه سكر تكسر ما يعني تكسر حموضة الصلصة شوية وتدينا تيست عالي جدا جدا مع الملح والحاجات دي. عندك معلقة سكر زي ما قلت لك، عايزة تكرملي معلقة السكر دي وتحطيها، لا بس هتبقى ناشفة. حطي معلقة سكر، حطي معلقة عسل اسود، عندك عسل نحل حطي معلقة عسل نحل. منضفه الفراخ بتاعتي بقى تحت الجلد ومنضفاها وحطاها في المحلول بتاعها وغسلها بالليمون والخل كويس جدا. شايفين بافتة معايا نظيفه جدا. فتحتها كده تحت الجلد كده، لان ايه اما بغطي بالجلد عشان الجلد يبقى شكله حلو ميبقاش مفتح معايا، فانا بفتحها من تحت الجلد. عملت سكوب كتيره كده فيها. حطيت الخلطه بتاعتي بقى كده وابتدي اعمل مساج للفرخه بتاعتي كده، واحط في الايه في الفتحات اللي انا عاملاها دي. احط التتبيله بتاعتي في الفتحات زي شايفين انا بعملها ازاي. بشيل الجلد، انا كده كده شايله الجلد من تحتيه عشان انا اغسل تحتيه وافتح تحتيه. فبعدي التتبيله بتاعتي تحت الجلد كده، واعمل مساج للفرخه كويس جدا. المساج ده بيخلي الفرخه طريه كده، الفراخ تبقى طريه معايا. فبشربها بالتتبيله زي ما انتم شايفين معايا كده. انا قعدتها بقى ساعه، عملتها من بالليل، بس انا بصراحه ما كانش عندي وقت والله. عملتها كده ورحت حطاها في البوتاجاز على طول، وكانت تحفه معايا. هنعملها بالشكل ده كده، والصلصه دي هتدي لون بقى، والعسل تدي لون، العسل هيديها لون تحفه وطعم طبعا ولا اروع. هبتدي احط الجلد من تحت، احط الجلد لتحت، اقلبها لتحت كده، اخلي الجلد لتحت، وهغطيها بورق فويل واحطها في ايه في البوتاجاز بتاعي برضو مسخناه من قبل. تعالوا بقى افهمكم. انا حطيتها في الجلد من تحت ليه؟ عشان شويه وهقلبها تاخد وش من فوق. شايفين زي كده؟ ايوه، خليت بقى الجلد من فوق كده هتاخد لون، مش هقلبها تاني بقى خلاص على كده. في المرحله دي بقى حطيت الشبكه وحطيتها في الرف التاني علشان ايه ما تنشفش معايا من غير ما تستوي. وشلت بقى ورق الفويل خالص ما حطيتهوش. وهتبتدي بقى ايه تاخد لون من فوق، وما ولعت الشوايه ولا حاجه. شايفين الرز بسم الله الله اكبر طالع عامل ازاي؟ تحفه. وريحه الفخار طالعه كده تحفه، وريحه القشطه جميله. ولا كلفت نفسي ولا عملت اي حاجه خالص، ولا كريمه ولا زبادي ولا الكلام ده كله. دي الفراخ ما شاء الله الله اكبر. شايفين ناشفه بقى وتحفه تحفه. دي السمبوسه بقى احنا كنا عاملينها مع بعض قبل كده، شايلها في الفريزر جاهزه كده، محشيه وجاهزه كده. لما بحب اطلع في اي وقت واعمل، بتبقى سهله عليا وتحت ايدي. ما اقعدش اعمل بقى احشي كل شويه واعمل كده. انا شايلاه في الفريزر وعامله الفيديو ده معاكم قبل كده. الرز بقى وجماله مفرفر، طبقه كده كريميه فوق جميله، حته القشطه عامله ده الدخان بس مش مبين الصوره كويس، بس طلع معايا تحفه. واستواء ومستوي طبعا قبل ما تطلعيه طبعا تستوي، تختبري سواه بالمعلقه. لو عايز شويه ميه ولا حاجه تزوديه ما تقلقيش خالص. وعملت العصير المانجا بقى وشوية شيبسي وشوية سلطة خضراء، وبألف هنا وشفا يا رب للي أكل، وبألف هنا وشفا يا رب للي هيجربها. ورمضان مبارك عليكم يا حبايبي كلكم إن شاء الله. ودي كانت سفرة النهاردة. ولا يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وحصري. والسلام عليكم ورحمة الله.